ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى. هنا بيقول له مقيم على الولاء لاهل قومنا، مجهول بيقول له رد على محمد جلي اجل لاجل امجاد الا سادتنا البعول العظام، وابغض شيء على قلبي هو ابراهيم ودين ابراهيم واتباع ابراهيم. بيقول له الهي مكه لبيك الا الها فاسجد لهم وسجدوا بالفعل. هنا بيقول له ايه احمد عاق بيقول له ايه ما ارادنا الا التقرب ايه الاله، ما اردنا الا التقرب لايه الاله. بيقول له يا بني عرمرم هيا لصلاتكم اياك والهه ابائنا. وبيقول له ونحن نعبد رب ابراهيم. بيقول له انما نعبدها لنقربنا الى الله زلفى. بيقول له امون رب الارباب، انا عبدك انا كاهنك. ده محمد دفراوي. بيقول له آمون ها هو ذا ابنك الإلهي قد ظهر، ها هو بركك المقدس قد حضر، ها هو ذا قد تحقق. وحي الآلهة آمون، وحي الآلهة آمون لكاهن وحيه هامان ويسجد إيه؟ طبعا يسجدوا له. والذي أسمانا هو الآلهة آمون نفسه، وهجروا آلهتهم ومعابدهم. ده فؤاد احمد طبعا ايه اللي هو اللي على طول مشهور كده بكلمه افينا وغيرها. ده طبعا بس يجينا اصلا من دور ايه هامان، وحالته صعبه جدا. فالناس كانت بتطلع تتكلم عليه في الشارع، تقول لك امون رب الارباب وغيره وكده بتقلده. بيقول له فؤاد احمد بيقول له لولا ان تداركتني عنايه امون. بيقول له ان مولانا الفرعون العظيم ولدته الالهه يوم اجلسته على عرش مصر، وان الاله لا اقارب له من البشر. ده بيقول ده بيقول له ان فرعون الاله لنسب فرعون فقال عم الالهه. انت تقول فقول عم الاله بالجسد، خال الاله في الجسد، ابن الاله بالجسد، روح الاله بالجسد. اما جوهر الاله فقد تمدد وتقدس عن النظير والشبيه بل والقريب من جميع العباد، كل ما يرضى فرعون الاله. يقول له ويلك اله غير، ويلك الك اله غيري. ده محمد دفراوي بيرد على محمد مين؟ بيقول له ايه هو الذي يشير برأيك الى مولاي هو الاله آمون. بيقول له ليس العبد هامان. ده فؤاد خليل. قال الدفراوي الآن ينزل علي وحي الأرباب، فيما يتنزل عليك الوحي إن هامون يأمر ابنه إله. ده فؤاد برد عليه قبل أن تلدني الآلهة على هذا العرش. الدفراوي مولاي الرب الإله انهضى بأمر إلهكما. فؤاد بيقول يتهمكما وحي الإله هامون مولاي امرأة أيها الإله الخالد. بتقول له أيها الإله الخالد. بيقول له هنا برضو مولاتي شريكة الفرعون الإله مجهول. بيقول له إن مولاي الإله أما الآخر فقد توعده الملك الإله. بيقول له كي يتوسل إلى فرعون. شوف سبحان الله كي يتوسل لفرعون. جنود فرعون بيقول له إيه الملك الإله لا تخطئي ووحي إلهي. ده فؤاد أحمد. بيقول رأيت إله المصريين يسير بين السماء والأرض، وأعتقد في إله المصريين وأسجد لآمون وللعجل أبيس وللأفعى رمز الخصوبة والذكورة. ده الدفراء بيقول له باركوا يا هامان فأنت أمين وحي الإله العظيم. بيقول له مولاي الملك الإله، مولاي الملك الإله بكر هامون الجالس على عرش السماء. ده فؤاد. بيقول له مولاي الملك الإله رأيتك يا بكر هامون. بيقول له انطلق يا سحنوت تظله رعايات الإله الآلهية. بيقول له ليقتل تحت أقدام الملك الإله. بيقول له يا أمين وحي رب الأرباب، ويا أمين سر الفرعون للرب الإله. ما يخزيك الوحي وما يكذبك أبدا. مجهول. بيقول له ما رأيت ثقافي كفاني في خدمة الإله ذو العرش والتاج. بيقول له كفى يا بني كن يا بني في رعاية هامون وفي رعاية هامان. بيقول له إن مولاتك الملكة هي بنت عم الجسد الإلهي لفرعون بكر هامون، ولقبها الصادر. بيقول له لقبها الصادر عن الآلهة من أجل يكرهه من أجل بكر هامون فرعون سيد العالمين. ده فؤاد. وقال بيقول له برضه مولاي بكر هامون الجالس على عرش الشمس إلى جوار أخته الإلهية تنزل من مجد آلهتك. يقول له واستسحب لآمين وحي أبيك هامون لعبدك الذي يدعى هامان. بيقول له أيها الإله أيها الرب الأعلى ها هو ذا عبدك يتذلل تحت قدميك. بيقول له إن نافيا عم الجسد الإلهي لفرعون ده فؤاد. بيقول له بين يدي هذه الآلهة عالم مفعوم مفعم والبخور والسحور.
بيقول له تمجد آمون تعالى فرعون. امرأة بتقول له قال الرجل لتبدو أجمل من الآلهة في عين الآلهة أوزيس أليس أبي، بتقول له أليس أبي ربك الأعلى؟ بيقول له مولاي الإله. دي امرأة بتقول له إن فرعون الإله، دي مجهولة برضه للملك الإله. بيقول له هامون أدركوا آلهكم أدركوا إلهكم. لا يفهم إلا من يؤتي وحي هامون، لا يفهم هذا الأمر يعني. بتقول له وتحسبك الفتى الآلهة فهو عدو لي ولآلهتك. شوف الألفاظ الإله وإلهتك دي كلها مذكورة كتير. بيقول مولاي بكر هامون الجالس على عرش الشمس إلى جوار أختك الإلهية تنزل من مجد إلهيتك بنت جسدك الأميرة نبرو فارو واستجب لأمين وحي أبيك هارون لعبدك الذي يدعى هامان. أيها الإله أيها الرب الأعلى ها هو ذا عبدك أن بين يديك. ده فؤاد يجلس، بيقول له يجلس بعده على العرش الإلهي من يدري هيا إلى لعبة القدر والعياذ بالله مجنون. بيقول له تلحق عين الإله أنوبيس وتوجه إلى راع إله القرص المضيء أن يرسل إليك أشعة العافية لا تقنط من رعاية من عناية الإله. سأرسل الغداء بقربان إلى المعبد إنها رموز الآلهة والعياذ بالله. بيقول له خروا واسجدوا لسيد الأرض. بيقول له هنا برضو لا يفتونكم أن تحيوا العزيزة معبودة المصريين، بيكرروها كتير جدا باسم إيدا والمسمى بلسان الروم إيزيس، ومعمودة البوادي باسم العزة. ألا إنها تقربكم من الله زلفى. العزة مجلوبة بني وطور. ألا فحيوا آلهتكم لتحرس الكعبة. يقول له من لا يتقرب إلى الإله لا ينظر إليه الإله إيلات التي جلبها بنو. يقول له لا تمروا بإيلات دون خضوع وتحية. اركعوا الإيلات. بيقول له بعد شمس شميس أي سيد السماء، بعد شميس الإله العظيم مجلوب بنو شميس الإله العظيم. بيقول له والهقار وقدستا وربتا إنه حطم الأرباب إنه حطم الآلهة هي مستقر قداستنا ورمز آلهتنا مولاتي شريكة الفرعون الإله. بيقول له ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. دي فراوي طلع دول فرعون. بيقول له يا موسى إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بيقول له أنا أكبرهم وأعلمهم أيها الملك الإله في رمز الإله وأحمد بدير. يقول له إنما هم مسكون يتصل بالإيهام يتصل بالإيهام على قوة التصور عند الناس ويتصورون عندئذ أن العصا أصبحت حية. تقدس فرعون الإله ورددوه طبعا مرتين. هنا بيقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. محمد دفراوي بيقول له أما هؤلاء الصحراء فنفذوا فيهم حكم الأعداء الملك الإله فورا اللي هم اللي امنوا سيدنا موسى طبعا، فهو عايز يخليهم ان هم يتحكم فيهم طيب. بيقول له لا علنكما بإرادة الإله الملك الإله بكر هامون. ده فؤاد بيقول له بأنه دعا مجلسه الوراثة الإلهية. بيقول له تقديسا لقرابتكم الجسدية لهذا الإله الجالس على العرش. بيقول له ولولا أن هامان هو أمين سر وحي الإله هامون الدفراوي. بيقول له سنحوت متهم بتحقير إله الذي هو أن أعلن كفره على مشهد من عبيدي وخدمي لينصرن إله البدو. بيقول له لا شك أنك يهمك أن أطلع إلى إلهك الذي تعيده من دوني وعقوقا وجحودا. ده دفراوي اللي هو محمد دفراوي يعني. بيقول له هذا ما أجزاك على مولاك وربك الأعلى. فؤاد ما علمت لكم من إله غيري. دفراوي برضه فدعوت الساحر العبري موسى. هو شوف بيتكلم على سيدنا موسى لفظ السحر اللي هو ساحر برضه. أعطاك هذا المجمع الإلهي لا تقول لا طاعة لأمر الآلهة إلهنا بكر هامون فرعون الأعلى. بيقول له قدرة هامون وأبنائه آلهة السماء. بيقول له مزيد من القرابين هامون يكشف عن البلاد كل ما تعاني. ده بيقول له أدخل الساحر العبري على سيدنا موسى. ماذا كنت تفعلين في فراش موسى ما يفعل العشاق حتى يفضحنا الصباح. واحد رايحين يعملوا حته كده مع انها ما كانتش موجوده في السيره ولا حاجه ويعملوا فضيحه سيدنا موسى. بيقول لها اعطاك هذا المجمع. بيقول له اعطاك هذا المجمع لليل لا طاعه. هنا بيقول له
ماذا كنت تفعلين في فراش موسى ما يفعل العشاق حتى يفضحنا، بتقول له حتى يفضحنا فضحنا الصباح. أيها الوزير الأكبر الأمين على وحي الإله هامون، بتقول له وتجمدت فيك الآلهة وليحرس هامون روح ابنه البكر وجسدي وإقام الجنازة لإقى بملك الإله. بيقول له ستفرغ من صلواتي واستخاراتي آلهتك. هنا بيقول له هامون أنا أعبدك. طب ماشي. بيقول له هنا بقى ايه كده، يبقى كده خلاص كده احنا بس سنتطرق بس لجزئيه بسيطه جدا خالص اللي هي ايه الافلام والمسلسلات الدينيه. احنا جبنا بس المسلسل اللي هو لا اله الا الله، طبعا الهمش سيره هياخد وقت والافلام الدينيه هتاخد وقت تاني، فان شاء الله تبارك وتعالى نبقى نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في جلسه قادمه، والله المستعان وجزاكم الله خير. الله